لو البراد بتاعك بالشكل اللي انت شايفاه ده، تعالي هقولك هننضفه على طول في 10 دقايق، وبدون مجهود وبدون تعب وبدون اي تعب خالص باذن الله. ولا هندعكه ولا هنعمل اي حاجه، دوب هنخمره بس، وما شاء الله اللهم بارك هيطلع معاك نضيف وحلو زي العسل. الشكل ده انا هقولك هو عمل مني كده ليه وعمل ازاي وليه هو بقى شكله عامل كده. البراد طبعا الاستانلس غير الالومنيوم، هننضفه ما شاء الله زي ما انت شايفه على طول باذن الله، مش هياخد معانا مجهود خالص. سبب اللي حصل له ده، احنا كنا بنشوي ذره وبنعمل شاي على النار زي ما انتم شايفين كده، فطبعا الحطب حرقه من بره ومن جوه بالشكل اللي انتم شفتوه في اول الفيديو. ان شاء الله باذن الله هننضفه مع بعضينا بدون دعك خالص وبدون مجهود وبدون اي شغل خالص عليه. ما شاء الله اللهم بارك هيطلع لنا نتيجه حلوه زي العسل، وهتعجبك وهتنبسطي منها خالص. تعالوا بقى كلوا معانا كده حبه ذره وكوبايه شاي على النار، ما شاء الله اللهم بارك، بتبقى بالف صحه وهنا يا رب. يلا حبايبي تعالوا كده نصب مع بعضنا الشاي بتاعنا بعد الذره بتاعتنا ما استوت، ناكل الذره ونشرب معاها الشاي ونخش على تنظيف بقى البراد. هقولك تعملي ايه وتخمريه بايه، وهينضف معاكي على طول باذن الله، ومش هيبقى باين فيه خالص اي، يعني الستانلس بتاعه عمره ما يكون محروق معاكي، وهيرجع يلمع تاني احلى من الاول كمان وانضف من الاول. تمام كده، تمام كده. يلا حبيب قلبي، الشاي بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك بدأ يرفع، وكمان الذرة بتاعتنا استوت، علشان انا حبيت ان انا اوريكي البراد عمل مني ازاي. طبعا كل النار والحطب ده بيحرقوا جامد وبيحرق الاستانلس من بره ومن جوه، معلش قدر الله ما شاء فعل، انا حبيت اعمله لكم علشان اوريكي، علشان كذا مره واحده سالتني البراد الاستانلس بتاعي محروق وما هواش بيلمع زي البراد بتاعك. حبيت ان اعمل الحته دي علشان اوريكي انا بنضفه ازاي. هنا بقى كده ألف صحة وهنا يا رب، صبينا الشاي بتاعنا وكلنا الذرة وكمان شربنا الشاي والدنيا تمام. ويلا بينا بقى نخش نشوف ايه الحاجات اللي احنا هنحطها للبراد بتاعنا علشان ينضف زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله ما شاء الله اللهم بارك هينضف معانا بكل سهولة، مش هتعوزي تدعكي خالص ولا تشتغلي عليه شغل صعب بإذن الله. اتفضلوا بقى معانا كوباية شاي الأول قبل ما ندخل على الشغل بتاعنا. يلا حبايب قلبي هنبدأ بقى، ده البراد بتاعنا اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو اهو شكله اهو. يلا بقى علشان اقولك الخلطة بتاعتنا سريع سريع كده وما نقعدش نتكلم كتير. يلا بس ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك حلو وشير لو انت حبيتي تبعتيه لاي حد من اصحابك، وكمان اشتراك منك حلو لو انت مش مشتركة معانا في القناة. شوفي البراد من بره ومن جوه كله محروق طبعا مكان النار زي ما شفتك. انا حبيت اجيب لك الحته اللي احنا كنا عاملين فيها على النار علشان اوريكي ما تقوليش مثلا ازاي براد هيوصل بالطريقه دي. تمام كده، يلا نبدا الشغل بتاعنا. قبل ما نبدا خالص الشغل بتاعنا هنبدا في حاجه ستانلس يا اما بلاستيك، ما نشتغلش خالص في اي حاجه المونيا. هو احنا مش هنحط مواد كيماويه ولا حاجه، بس برضو للظروف علشان ما نبوظش حاجه ونصلح حاجه تانية يبقى بوظنا الاكتر. هنا بقى عندنا طبق بلاستيك او ستانلس، ودي ميه بتغلي من السخان او الكاتل لو موجود عندك الكاتل. هنا هنحط معيار بحيث ان احنا البراد اللي عندنا قد ايه، او الكوبايه الاستانلس اللي عندنا قد ايه، او الحاجه اللي احنا هننضفها قد ايه. الوصفه دي تنفع لكل حاجه استانلس عندك واي حاجه بلاستيك بايظه منك او لونها مغير. هنا بعد ما حطينا الميه بتاعتنا اللي بتغلي او سخنه، حطينا كوبايه بريل عاديه خالص صابون سائل من الموجود عندك، وحطينا كوبايه كلور، اي كلور موجود عندك برضو. تمام كده، وهنبدا بقى ان احنا نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا علشان هنخمره بس، وتاني يوم الصبح هنلاقيه نضف ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى حطينا معلقه ملح ليمون، وهنبدا ان احنا ندوبها، وكمان هنحط كمان معلقه بيكربونات اللي هي بيكربونات الصوديوم. تمام كده، احنا مش هنحط خالص بوتاص ومش هنحط اي مواد تانية، هي المواد دي بس بتاعتنا. لكن هنزود كمان نص كوبايه خل كده علشان ما نحتاجش خالص ان احنا ندعك يعني. هنا بقى عندنا الملح الليمون بتاعنا، طبعا هيبدا يفور اي معلقه خشب كده وانزلي بيها هتبص تلاقي لك نزلت لك كل الفوران تاني لتحت، لان احنا زي ما احنا عارفين المعلقه الخشب بتهبط اي فوران في اي مواد من اللي احنا بنعملها. بس في الوقت ده لو انت نزلتي بالماده بتاعت بالمعون بتاعك اللي انت هتغسليه، ما شاء الله هيجيب نتيجه اسرع معاكي، لان الفوران ده هينضف على طول. هنجيب بس معلقه كده ولا اي حاجه ننزل بيها الفوران بتاعنا، ونبدا ان احنا نحط البراد بتاعنا. احنا طبعا كنا عملنا الحله الالومنيا ونضفناها هي والطاسه اللي احنا كنا بنقلي فيهم، ما شاء الله اللهم بارك نتيجتهم ممتازه وطلعناهم الاخر حلوين قوي. وكمان دعكناهم ونعمناهم ما سيبناهمش بالحرقان اللي موجود فيهم.
هنا بقى هبدأ الف كل البراد بتاعي. شوفي هنا بقى في المادة اللي احنا حطيناها دي هتحطي اي حاجة عندك، استانلس، اي حاجة عندك بلاستيك، اي حاجة ألمونيا، بس مش هتخلي الألمونيا فيها فترة طويلة قوي. تمام كده، علشان الألمونيا طبعا عندنا بتتأثر غير الاستانلس. الاستانلس تنظيفه ما هواش زي الألمونيا. هحط لكم برضو الفيديو بتاع الحلة الألمونيا والطاسة اللي احنا كنا بنقلي فيهم ومحروقين خالص 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 بزيادة، هحطهم لك برضو بإذن الله في صندوق الوصف لو حبيتي تخشي تشوفيهم. صندوق الوصف ده بتدوسي على عنوان الفيديو واحنا شغالين كده، تنزلي على طول على صندوق الوصف هتلاقي فيه كام فيديو. برضو بحب احط لك كام فيديو كده بحيث انك انت تاخدي نبذه عن القناه لو انت جديده يعني. هنا بقى هبدا ان انا انزل البراد بتاعي كله او الحاجه بتاعتي كلها في الميه اللي انا حطيتها. وزي ما شفتيني كده انا مليت البراد من جوه ميه بتغلي برضو، ميه سخنه، بحيث ان انا يعني اسقط البراد كده في الحاجه اللي انا هحطها علشان خاطر اغطيها بقى، مش هخليها عريانه كده. ليه؟ علشان كل ما انت هتغطيها كل ما هي هتاخد معاكي وتدي اكتر وهتنضف اسهل. طبعا انتوا شفتوا كل حاجه في البراد كان شكله عامل ازاي. تمام كده، ما شاء الله هتشوفوه برضو زي ما انتوا شايفين كده، نتيجه حلوه قوي وهتعجبكم باذن الله. هنا هسقط كل المادة بتاعتي اللي انا حطاها تنضف، يعني سواء براد او سواء طاسة استلس او حلة استلس او اي حاجة عندك استلس محروقة هتعمليها بالشكل اللي احنا عملناه ده. هنا بقى انا غطيتها ونمت لغاية تاني يوم الصبح، يعني كنت كده الساعة 2 بالليل. قمت الصبح بقى كده بعد ما صلينا وشوفنا حاجتنا كده قلت اجي اطلع عليه زي ما انت شايفة كده. طبعا المية رقت من الرغوة بتاعتها، لكن البراد من جوه شايفه ما شاء الله اللهم بارك. انا كده لسه ما طلعتوش خالص وايدي ما دخلتش في الميه نهائي. هوريكي بقى كل حاجه لما نطلعها. هنا الغطا طبعا ما كانش عليه حروق كتيره زي البراد، ما شاء الله اللهم بارك، راحت على طول ما هي زي البراد من جوه. هبدا بقى كده ان انا اشيل الغطا وابدا اشيل بقى البراد بتاعي وهقول لك هنعمل فيه ايه. هنا بقى البراد لو انت مسحتي بايدك كده هيطلع على طول. تمام كده، يعني لو انت مسحتي بايدك بس هيطلع على طول معاكي. لكن احنا هنعمل ايه بقى؟ عندنا حته سلكه ناشفه ما فيهاش اي حاجه خالص، هنبلها من اللي عندنا ده. شايفه البراد من جوه مش محتاج دعك من جوه خالص. تمام كده، تمام كده. احنا كده بيتناها بس الكام ساعه بتوع بالليل. هنا بقى لو انا يعني شايفه ما شاء الله السلكه ناشفه ما فيهاش اي حاجه خالص، هبدا بس ابلها من الماده اللي موجوده اللي هي احنا مخمرينه فيها. شايفه ما هواش ودى الصمات بس وسكت الحرقان زي ما هو او الحاجه محروقه زي ما هي، لا الاستلس كمان نضف معايا وراح زي الشمع، زي ما شاء الله اللهم بارك، بيلمع زي ما يكون هو لسه جديد ما غليناش فيه اي حاجه خالص ولا استخدمناه كمان. البراد ده عندي بقاله حوالي يجي 9 سنين كده ولا 8 سنين، ما شاء الله اللهم بارك زي ما انت شايفه كده. هنبدأ بقى نمشي عليه بالراحة خالص بحتة السلكة بتاعتنا، يعني بدل ما ادوس بايدي او بحتة اسفنجة كده او حتة سلكة موجودة عندك اي حاجة، مشي بس عليها كده على الماشي. انا هنا ما سرعتش خالص، حبيت ان انا اوريكي انا ماشيه بالراحه خالص، هو علشان لو سرعت ممكن تقولي مثلا دي بتدوس كتير او كده، لا انا بمشي بس يا دوب بمشي بالسلكه بس عليه بحيث ان اي حاجه موجوده يعني ايه هو ما فيهوش حروق من جوه ولا من بره، كل الحروق راحت، لكن الصماده بس اللي مكان النار اللي كانت عليها هي بس اللي موجوده وشايفه هايشه خالص. اول ما بتلمسيها بحته السلكه خلاص على كده بتبدا تروح معاكي. هنا بقى وصفه مش محتاجه جواندي ومش محتاجه اي حاجه خالص، لان احنا ما حطيناش بوتاص ولا حطينا اي مواد كيماويه. الكلور عادي بنحطه في الغسيل عادي، وكمان البريل او الصابون السائل بندعك بيه المواعين عادي، كل الحاجات دي عاديه. بس عندنا طبعا شويه الخل اللي احنا حطيناهم والملح الليمون ما شاء الله اللهم بارك ممتاز في تنظيف الاستانلس. اي نوع استانلس عندك صواني استانلس مثلا ومحروقه منك اعمليها بنفس الطريقه في اي حاجه، طبق استانلس كده او طبق بلاستيك وحطي نفس الخلطه دي كده وحطيها بيتيها، ما تغلبيش نفسك، بس اهم حاجه تكون الميه سخنه علشان تعمل لك مفعول كويس. تمام كده. هنا بقى هروح اشطفهم علشان ما بهدلش بس بيهم الميه دي، علشان هحتاجها لو غسلت بقى مثلا احواض ولا حمامات ولا بلاط استانلس بلاط سيراميك، يعني اي حاجه من الحاجات دي. شايفه انا شطفته هنا قدامك علشان ما تقوليش مثلا انت روحتي عند الحوض دعكتيه هناك، لا هنا كل حاجه تمامك اهو قدامك، كل حاجه مفيش عملت حاجه خالص من وراكي. هبدا بس اي حاجه بسيطه باينه في الحتت الخطوط اللي هي الموجوده دي السلكه ما وصلتلهاش، هبدا بس ادخلها السلكه بسيط كده ونروح انا وانت عند الحوض نشطفه هناك عند الحوض واوريكي شكله عامل ازاي. خلاص كده ما شاء الله اللهم بارك، مش محتاج انك انت تحكي جامد ولا تدعكي ولا اي حاجه خالص، احنا بنمشي السلكه بس. اظن كده ان مفيش اصعب من حروق النار اللي هي بتاعه الحطب،
يعني لو نار البوتاجاز العادي، الشعلة بتاعة البوتاجاز عمرها ما تعمل فيه اكتر من كده. وانا كده حبيت ان انا اوريكي اي حروق في الاستانلس تقدر تنضفيها بالوصفة دي. تمام كده. خلاص على كده الوصفة اللي عندك، المية اللي باقية عندك هتقدري تدعكي بيها رخام، هتقدري تدعكي بيها ضلف المطبخ او البوتاجاز العادي او الحوض الاستانلس بتاعك بتاع المطبخ، رخامة الحوض، احواض المطبخ، الحمامات، كل الحاجات دي كده تقدري تدعكي بيها نفس الوصفة. وكمان ارضيات الحمامات لو انت خمرتيها بيها حوالي نص ساعة كده، لو عرفتي تخمريها بيها ما شاء الله بتخلي لك كل الخطوط اللي بين السيراميك دي حاجة تانية خالص. تمام كده. يلا بينا بقى نروح نشطفهم عند الحوض ونشوف اخبارنا عامله ايه كده وطريقتنا عامله ايه. يلا حبايبي. ما شاء الله هو نضف مش محتاج حاجه خالص غير اننا نشطفه بميه نظيفه بس. هنا بقى جينا عند الحوض بتاعنا نشطفه. ما شاء الله هو شوفي يعني ماشي حالك كده على طول، هو ما شاء الله نظيف وحلو قوي، وما اخدش معانا حوالي 10 دقايق في التنظيف كله. نشطفه بس شطفه نظيفه كده وشطفه حلوه علشان خاطر لما اعمل فيه شاي بعد كده ما يلقطش من ريحه الحاجه اللي انا كنت حطاها فيها. اشطفيه كويس، ولو حاولتي كمان تشطفيه بميه سخنه علشان ده طبعا تلاقي دايما الشاي لما بنعمله في اي حاجه مدعوكه بكلور او اي حاجه تحس ان الشاي بتاعها بيلقط على طول. ادعكيه كويس كده بسلكه بقى تانية نظيفه حلوه بحيث ان يكون يرغي علشان ما يكونش فيه اي مواد خالص من الكربونات او الكلور او الحاجات دي كلها. تمام كده. يلا بقى نشوفه حلو قوي على الرخامه كده. هنا خلاص فين بقى البراد اللي كان معانا في الاول؟ اتغير طبعا تغيير 100%. ما شاء الله اللهم بارك، بقى حاجه تانية خالص وبقى نضيف وبقى حلو قوي. تمام كده. يلا حبايبي ادعموا الفيديو بقى بلايك حلو منك، ولو طبعا عرفتي تعمليه تشيريه لاي حد من زمايلك، وكمان لو انت جديده عندي يا ريت تدعميني باشتراك حلو منك، طبعا تشرفيني وتنوريني. والف شكر 100,000 مشترك، الف الف شكر، الف شكر 100,000 مشترك. يلا حبايبي اشوفكم بخير باذن الله في فيديو جديد وعلى خير ان شاء الله. كده خلاص الوصفه بتاعتنا خلصت. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. ما شاء الله رجع جديد، رجع كأنك لسه جايباه جديد. يلا حبايبي في حفظ الرحمن.